صباح الفل يا صباح الورد وصباح الياسمين. ايا كان بقى بتتفرجي على الفيديو الصبح او بالليل، يلا ما تنسيش التعليق الجميل ولايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. نورتيني يا حبيبه قلبي اللي بتتفرجي عليا. مبسوطه بيكوا قوي ومبسوطه من المشاهدات اللي بتجيلي. ربنا يراضي اي حد يعني كله سلف ودين، زي ما انت بتفرحيني ربنا بيفرحك. وانا مبسوطه بيكوا عشان بنجمع عيله كويسه. عملتها ازاي يا قروبه؟ تعالي ما اقولك القروبه عملتها ازاي. صلى على النبي كده وابدأي يلا معايا. هاتي صاجك الحلو وزي ما انت شايفه كده ماشي. احنا هنا بنعمل ايه؟ صينيه لا صينيه جلاش بس باللحمه المفروم. بصي هو ده جلاش طري، انا كنت شارياه وكان عندي في التلاجة، فانا حبيت استغله بحاجة كويسة. انا بعمله حلو وبعمله حادق، ده طبيعي عادي ماشي. صلى على النبي بقى. احنا هنا هنجيب ورقة ورقة ونفردها في الصينية. وهنا انا كنت مسيحة زبدة على سمنة، سيحتها على البوتاجاز وحطيتها في طبق وجبت فرشة وقعدت كده يا ستي ايه، زي ما تحطي تحت حطي فوق ودلعي الصينية زي ما انت عايزة. والله دلعيها. شفتي هتدلعيها ازاي؟ خرابي ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، بألف هنا يا رب. على كل اللي يعملها وهياكل منها بعيدا عن ان انا اكلتها خلاص. يلا صلوا على النبي كده وتعالوا بقى نشوف الحاجات الحلوه. خليكي تقطعتك، هي كانت معايا الورقه كبيره، كانت مقسومه نصين والنص مقسوم نصين، يعني اصبح معايا 4 مربعات. هي مش على قد الصينيه بالظبط، بس انا حاولت اظبطها كده، يعني حته في الجنب اليمين شويه في الجنب الشمال شويه. دلعي الصينيه، والله دلعيها. يلا هنا كده زي ما انتم شايفين. انا هنا ايه كنت بطول معاكم في الفيديو شويه عشان اعرفكم ان انا ايه على قد ما اقدر حاولت ان انا اخليها بالحلاوه والجمال ده. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. والنبي عسل والله العظيم، والله والله مش شكرانيا في نفسي. انا بعمل صينيه الجلاش بتاعتي دي في حته تانية خالص، حته تانية وتالتة وعشرة كمان، وكل واحدة وبيبقى ليها نفس في الأكل. وأنا بحب الأكل بمزاج زي ما انت شايفة كده. حطي بقى يا ستي اللحمة المفرومة. أنا هنا يعني على ما أظن أنا هجيب لكم الطريقة بتاعتها يعني في الفيديو ده، خليكي معايا للنهاية اوعي تقفلي. بصي هنا ايه، افردي بقى في الصينيه. انا ما بحبهاش مليانه لاني بحط لها موتزاريلا. هنا بقى كنا بنقول ايه، انا ما بحبش الصينيه تبقى مليانه لحمه مفرومه عشان انا بحط موتزاريلا. والله هحط موتزاريلا زي ما هتشوفي حالا. تنسيش بقى تصلي على النبي ودايما اذكري الله وانتي واقفه بتعملي اي حاجه. ما شاء الله الله اكبر. يعني خلي دايما لسانك ياخد على كده. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، يا افضل الصلاه والسلام. بصي بقى انا كان عندي جبنه موتزاريلا كنت جايباها. انا بحب الموتزاريلا الحريف قوي، ومسيرك هتجربيها في الاكل وهتعجبك، بس هاتيها وعلى ضمانتي. انا جربت كل الانواع الموتزاريلا اللي في الدنيا كلها، ما عجبنيش الا دي كطعم وكجوده. في بيتزا في اي صواني في اي حاجه، وهتشوفي حالا هيبقى عامله ازاي. الله اكبر الله اكبر بصراحه. بصي بقى هنا هنخلي تحت زي فوق. حاولي بقدر الامكان ايدك ايه تبقى بسوا بعض من تحت ومن فوق. انا هنا هتعبكم معايا ان احنا بنحط مع بعض حاجه حاجه، بس انا كنت احب اعيش معاكم اللحظه واوريكم انا بعمل ايه بالظبط. بصي الحلاوه، بصي الجمال. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. متنسيش بقى اللايك بتاعك الحلو. انت لسه ساكته؟ انت لسه ما عملتيش لايك ولا عملت اشتراك في القناه؟ يا خرابي كده بتزعليني. لا وانا عارفه ان حبايبي اللي بيتفرجوا عليا مش هيزعلوني. بصوا والله يا جماعه انا طالبه ان احنا نبقى عيله كويسه، وعشان نعمل فيديوهات اكتر وافكار اكتر ونتفرج مع بعض. وانا مبسوطه قوي ان انتوا بتتابعوني وبتتفرجوا عليا. انا هنا بقى ايه حاولت افصله معاكم. بصي الاحراف دي انا بنزلها للجناب كده، بسويها عشان تطلع معايا حلو. هي كده كده بتبقى كويسه. بصي حاولي بقى ايه تقطعيها تقطيعه كده من اللي قلبك يحبها، والسكينه تكون حاميه عشان تطلع التقطيعه بتاعتك ما حصلتش. ايوه قطعي بقى كده.
انا هنا هقطع الصاج العرض على حتة، يعني زي ما انت شايفة كده. يعني حاول ان انا اخلي كل جنب يبقى حتتين. وهنا خلصنا خلاص؟ لا ما خلصناش، هنجيب بقى كوباية لبن حلوة زي الفل كده. خلاص جهزي بقى كوباية اللبن دي على جنب عشان هنحتاج نصها دلوقتي ونصها بعدين. وانا رحت فين؟ لا انا جيت اهو. ايوه كده، تعالي معايا. شعرة ملح، كوباية اللبن، والله شعرة ملح، شوية فلفل اسود، اوعي تنسي اهم حاجة، ومعلقة زبدة بقى او سمنة بقى من اللي انتي بتحبيها. والله زبدة او سمنة. عايزة تحطي شوية زيت حطي، بس انا رأيي صينية الجلاش كانت تحفة من غير نقطة زيت. مش عايزين حاجة تنشفها، لا زي ما انت شايفة كده. اهم حاجة ما تخرج في الفرن تغطيها. وهنا بقى شايفة الحلاوة؟ شايفة الجمال؟ قوليلي ايه رأيك؟ ايه رأيك من غير اي حاجة؟ انا هنا بقى حطيتها في الفرن لحد ما تطلع. خلاص لحد كده فل قوي. عندي بقى يا ستي طبق كفته من اللي كنا عاملينه مع بعض. جبت بقى ورق فويل من اللي انا بدخله الفرن، وحطيت الكفته من غير اي حاجه ودخلتها الفرن. والله دخلتها الفرن. وهنا كنت بوريكم حطيت الصينيتين جنب بعض، الكفته وفي نفس الوقت ورقه الجلاش دي. بعد ما عملت تحت وخلاص هتيجي على فوق نص الكوبايه التانية وفضيتها يا ست الكل. بصي الحلاوه ما شاء الله، الله اكبر ما شاء الله. تسلم ايديكي يا سوسو، بجد تسلم ايديكي وعينيكي. انا جوزي بياكل الاكل ده من ايدي بيقول لي انت نفسك في الاكل في حتة تانية، وطبعا ده جوزي. بصوا انا هنا كنت بصورها وغطيتها خلاص بالفويل وركناها على جنب. الكفته بتاعتك فل 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 فل. انا هنا ما لناش تقول على الكفته قوي، فانا اصلا عامله كام صنف، وخصوصا ان داخله لحمه. لا فايه ده والله زي ما انت شايفه هو بيحب يحط التاتش بتاعه. هو حط السمنه من هنا. بصوا حلاوه عليك لما بتحط التاتش بتاعك يا احلى بمهيت في الدنيا. جوزي يا جماعه. ربنا يخليهولي يا رب ويبارك لي فيه وما يحرمنيش منه ابدا، وهو دايما بيدعمني وبيشجعني. والله مش عشان حاجة، بس هو فعلا بيحب يحط التاتش بتاعه ونفسه حلو في الاكل، وان شاء الله هتشوفوا منه جديد حاجات تانية مختلفة. بصوا هنا بقى طلعت بقى طبق مخلل من اللي انا كنت عاملاه معاكم على جنب. حمرت طبق البطاطس، لازم احط الحاجات الحلوة دي. فكرة ان انا ادخل البطاطس جنب الاكل دي فكرة جوزي. وهنا بقى مش فاكرة انا كنت بقول لكم ايه وكنت واقفة فين، بس انا انا هنا كنت بقطعه وعايزه اوريكم هو بقى بعمل معايا ازاي. بصي الجمال، بصي الحلاوه، صلي على النبي. بصي جبت طبق بقى كده وكنت عايزه اوريكم راق حته حته. الفيديو ده بتاع اول امبارح ما كانش نزل، فانا بعد ما منتجت الفيديو نزلته لكم. خلاص انا بصي يا ستي الكل، انا هنا خلاص خلصنا ده. اركني بقى دول على جنب وتعالي بقى في احلى صينيتين 2 بشاميل باللحمه المفرومه من اللي قلبك يحبهم. والله من اللي قلبك يحبهم. ده تكمله فيديو كان معاه برضو، بس انا كنت مزوده في اللحمه المفرومه عشان اكمل الصينيتين. اعملهم قولي معايا، اعملهم طبقين 2 بشاميل باللحمه المفرومه. والله يا خرابي عليا لما بعمل كده البشاميل بتاعتي في الفويل ده، وبعد ما يطلع كده يا خرابي هتشوفوا الجمال والحلاوه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر عليا. عملتها ازاي يا قروبه؟ تعالي يا قروبه ما اقولك. انا بقى اتعمد اقول الكلمه دي عشان كتير طالبيني ان انا اقولها، وانا ما بزعلش حد، ما اقدرش ازعلكم اللي انتوا عايزينه. بصي الحلاوه. بصي بقى احنا حطيت بقى اللحمه المفرومه وعليها رشه موتزاريلا. والله وانا اعتقك ابدا يا موتزاريلا لما احطك في كل اكلي، والنبي ابدا ما اعتقك ابدا. وبصي زي ما انت شايفه كده انا حاولت ان انا اخلي صينيتين زي بعض. انت تعرفي ان ده كيس مكرونه، والله كيس مكرونه. تعرفي ان ده اقل من نص كيلو
وعليه كوبايتين شوربه بشاميل. والله ادخلي بقى على الفيديوهات التانية بتاعتي وانت تتفرجي على البشاميل بتاعي بعمله ازاي. والله يا جماعه ما بعمل فيه اي حاجه خالص غير ان بقى حطي ربع لبن، حطي ربع شوربه، يعني فيش شوربه حطي ميه سخنه ومرقه دجاج وبهارات لحمه او 7 بهارات لو عندك. والله انتي متخيله، وسكر بتودي الدنيا في حته تانية. تعالي بقى ايه، سيبي بقى ايه زي كوبايه كده مثلا او نص كوبايه بشاميل في الحله، انزلي عليها ببيضايه. والله بيضايه، اوعي تقولي لي بتزفر ابدا، ما بتعملش معايا الكلام ده. اشمعنى؟ مش عارفه والله ما عارفه. بصي هنا طبعا الحته اللي في البشاميل دي كانت من بتاع اللحمه المفرومه، محدش يقول لي حاجه، بالعكس انا وسوسه قوي، ما بحب دايما اكل يبقى على الشعره ما فيهوش غلطه. بصي ما شاء الله ما شاء الله، بصي الحلاوه، بصي الجمال، الله اكبر بجد بجد. تسلم ايدي وعيني، مش عايزه اقولك بجد. بصي بقى، هاتي بقى فلفل، عندك زيتون حطي، عندك فلفل حطي، عندك شطه حطي، ما عندكيش ما تحطيش، كفايه بس كده شكلها وطعمها اما تبقى طالعه لوحدها. بس انا بحب احط التاتشات بتاعتي الهاديه. حطي التاتش بتاعك من هنا وتعالي بقى شوفي احلى شكل وطعم. العين بتاكل قبل البق. بصي الجمال، بصي الحلاوه. باي باي.